بسم الله الرحمن الرحيم. اكتر من حد سألني ازاي ان هو يشحن حسابه وازاي يطلع اول كارت. فالفيديو ده هيكون صغير جدا، خليني اشرح فيه بشكل سريع ايه اللي المفروض يتعمل. اول حاجه هنعملها بعد تسجيل طبعا العضويه ونخش عن طريق اللينك اللي انا حاطه تحت الفيديو. هتدوس على توب اب اكونت وهتكتب هنا الرقم اللي انت عايز تشحنه. انا بفضل دايما ان انا بشحن فوق ال $50 عشان ما ادفعش رسوم شحن. يعني هو انت لو شحنت اقل من $50 اول مره بياخد منك $5 في الشحن، ده رسوم الشحن بتاعه. تمام. فانا بفضل $50 فيما فوق. وليكن انت دوست 50 كتبت $50 وهتكتب سيلكت ديبوزيت ميثود. انا دايما بشحن باليو اس دي تي. ما جربتش الصراحه اشحن بالماستر كارد او فيزا، لان انا عارف دايما ان الفيزا المصريه ما بتقبلش في الشحن هنا. خلينا ندوس على اليو اس دي تي وندوس كونفيرم وندوس هنا. هنا هيطلع لك رقم المحفظه بتاعت اليو اس دي تي اللي هتحول عليها الفلوس. تمام، تاخدها كوبي. واهم حاجه بعد ما تاخدها كوبي تتاكد ان هي بالظبط نفس الحروف دي، لان في ساعات بيكون الجهاز بتاعك بفيروس. والفيروس ده اسمه كليبر. الفيروس ده بيغير المحافظ بتاعت اليو اس دي تي لمحفظه تانية. فبتاخد المحفظه وتاكد وانت بتبعتها او انت بتحطها في الابلكيشن اللي هتشحن بيه، او هتبعتها لمهند اللي هيشحن لك مثلا. تتاكد كويس قوي ان هي دي هي اللي انت بعتها له بالظبط. تمام. دي حاجه بعد ما بتبعت. الموضوع ما بياخدش وقت كبير، ما بياخدش يعتبر دقايق والفلوس بتسمع في حسابك. طيب، بعد ما الفلوس تسمع في حسابك هتعمل ايه؟ هتدخل على النيو كارد هنا وهتختار نوع الكارت اللي انت عايزه. طيب انت هنا، انا بفضل دايما ان انا بشتغل بادفرتايزمنت كارد، لان هو ما فيهوش رسوم لكل عمليه. هي مره واحده بس بدفع اللي هي 6% اللي هي على الشحن الكارد. يعني انا هحط $100 في الكارت بحط 100 بدفع 106، بيتخصم مني $6. وال $10 اللي هي الرسوم الشهريه. وهي لو حسبناها بتبقى يعتبر اقل بكتير قوي من اللي انا هدفعه هنا في اي منصه تانية زي بايبل والحاجات دي كلها. طيب في عنده هنا يونيفرسال كارد، ده عشان خاطر المدفوعات عامه لاي موقع تاني غير الادفرتايزمنت. هنا ده بلاتينيوم، كارت بلاتينيوم، بس ده عشان تطلع الكارت دهوت لازم تكلم الدعم على التليجرام او على السكايب عشان يوافق لك عليه. تمام. خلينا هنا نتكلم ان احنا دايما هنشتغل بالادفرتايزمنت كارد وندوس على ايشيو. وهنا بنختار نوع الكارد، عايزين ماستر كارد او فيزا. وهنا ده انواع الكروت الموجوده. انا دايما بشتغل على 4288803. ده كارت ممتاز. تمام. هنيجي هنا نختار عملة الحساب بالدولار. تمام زي ما هو قايل لك بالظبط. وهتيجي تشحن الحساب بالرقم اللي انت عايزه، مش شرط الارقام اللي هو كاتبها لك هنا. تختار رقم عدد الكروت اللي انت عايز تطلعها. تمام. وهنا بيقول لك ان انت لو عايز تعمل اللي هو الاوتو ريفيل، كل ما يكون مثلا رصيدك اقل من مثلا وليكن $15، هو هيعمل توب اب من رصيدك في الحساب في الموقع هنا ب $20. يعني هيحط لك في الكارت اوتوماتيك $20 من رصيدك في الموقع. طبعا انا ما بفعلش الخاصيه دي عشان ساعات مش عايز، ما بقاش عايز احط فلوس تاني. وبعلم هنا وادوس اوردر. تمام. طبعا انا مفيش عندي رصيد في حسابي دلوقتي فمش هطلع الكارت، بس دي العمليه بكل بساطه. وبمجرد ما تطلع الكارت هتلاقي الكارت قدامك وتقدر تستخدمه بكل سهوله. تاخد رقم الكارت والسي في في والتاريخ الانتهاء بتاع الكارت، تشتغل بيهم عادي زي كانهم زي الفيزا بتاعتك بالظبط. طيب معلومه مهمه جدا هنتكلم فيها، ان هي انت لازم تاكد حسابك عشان تطلع كروت اكتر من كارت واحد. طيب هتفعل حسابك ازاي؟ انت بترفع البطاقه بس. لو هترفع البطاقه بس من هنا وهيسمح لك بانك تطلع 5 كروت. تمام، ده لو هترفع البطاقه بس يعني بدون اي حاجه تانية. لو عايز بقى عدد كروت يوصل لحد 1000 كارت، تمام، وتحط المبلغ اللي انت عايزه فيه بدون اي ليميت، هتيجي هنا هترفع الكارت وهترفع معاه صورة سيلفي وانت ماسك برضو. يعني هترفع قصد البطاقة وهترفع صورة سيلفي وانت ماسك البطاقة. تمام. وبعدها بياخد الموضوع مثلا حوالي ربع ساعة نص ساعة عشان يفعل لك الحساب. انا بشرح لك على حساب مش متفعل عشان خاطر اقدر اوضح لك المشكلة يعني الخاصية دي ايه. والكي واي سي دي دي حاجة موجودة في كل المواقع عامة اللي هي ايه تعتبر بنوك إلكترونية. اجباري عليهم لازم كده كده ترفعها عشان خاطر تاكدوا من هويتك. لو في اي استفسار او حاجه وقفت معاك اتواصل معايا على الخاص وانا ان شاء الله ارد عليك. وبعتذر لو هتاخر شويه في الرد عشان بس انا ما بفتحش طول اليوم على الفيسبوك. شكرا لكم.